آية قرآنية أثارت خوف الصحابة وقلقهم فور نزولها. علي جمعة يكشف عنها. في لحظة من لحظات التلقي الأولى للقرآن الكريم، شعر الصحابة الكرام بالدهشة والقلق عند سماعهم آية من كتاب الله، ظنوا أنها تهدد كل فرحة ونجاح يحققونه في حياتهم. هذا الموقف النادر يكشف لنا كيف كان الفهم الأولي للآيات أحياناً يحمل مخاوف طبيعية، قبل أن يوضح النبي صلى الله عليه وسلم معناها الصحيح ويزيل أي لبس. توقف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عند آية 188 من سورة آل عمران، التي يقول الله تعالى فيها: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. أوضح علي جمعة أن الصحابة فهموا في البداية أن الآية تهدف إلى تحذير من الفرح بالنعمة على أي حال، ما أثار خوفهم من أن يكون شعورهم الطبيعي بالسرور عند تحقيق أمر محمود سبباً للعقاب الإلهي. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سرعان ما صحح هذا الفهم، مؤكداً أن المقصود ليس الفرح الفطري الذي جبل الله الناس عليه، بل التحذير من التكبر والطغيان وحب الثناء على ما لم ينجز أصلاً. فالفرح المشروع بالنجاح أو الرزق أو الشفاء لا يعد ذنباً، بينما الغرور ونسبة الفضل للنفس هما ما تحذر منه الآية. وأشار علي جمعة إلى أن الدواء الروحي لهذا الداء يكمن في رد النعم إلى واهبها الحقيقي، فالشكر والحمد لله هو الطريق إلى السلامة القلبية والاستقامة، بعيداً عن الادعاء أو التفاخر بما ليس للإنسان حق فيه. فالدرس العظيم الذي نستخلصه اليوم هو أن الفرح مشروع، لكن الغرور ممنوع، وأن الاعتراف بالفضل لله وحده يجعل القلوب مطمئنة والسلوك مستقيما، ويحول كل نعمة إلى سبب للرضا والشكر لا للكبرياء.